ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. نعم، هذه المسألة ينبني عليها 3 فروع فقهية، وهي بما تدرك الصلاة. الذي مشى عليه المصنف وهو اختيار الشيخ تقي الدين، وهي الرواية الثانية أن الصلاة تدرك بإدراك ركعة، للحديث الذي أورده وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما المشهور فإنهم قالوا إن الصلاة تدرك بإدراك ركن فيها، وأول الأركان في الصلاة هو تكبيرة الإحرام، فمن أدرك تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة. دليلهم هذا الحديث نفسه، قالوا لأنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: من أدرك سجدة، فيكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالسجدة وبالركعة الركن، وأول الأركان هو تكبيرة الإحرام، فمن أدرك تكبيرة الإحرام أدرك الصلاة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى قالوا إن بعض ألفاظ هذا الحديث جاء فيها: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، فيكون ذلك من باب التخصيص، فيحمل العام على الخاص، فحينئذ نقول إن هذا الحديث محمول على الجمعة، فالجمعة وحدها هي التي تدرك بالركعة، وما عدا تدرك بتكبيرة الإحرام. ما الذي ينبني على هذه المسألة؟ ينبني مسائل. المسألة الأولى أن من أدرك من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام فكبر تكبيرة الإحرام فيها، حكمنا بأن صلاته أداء وليست بقضاء، وعلى القول الذي مشى عليه المصنف تكون قضاء إلا أن يدرك ركعة كاملة. الحالة الثانية: إذا زال العذر المانع من الصحة أو الوجوب، كأن يفيق المجنون أو يبلغ الصبي أو تطهر الحائض قبل هذا المقدار، فإنه تجب عليهم الصلاة. على المشهور إذا ذهب المانع قبل مقدار تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت، فيجب عليهم أداء هذه الصلاة. وعلى ما ذكره المصنف لا بد أن يكون قد أدركوا مقدار ركعة كاملة. المسألة الأخيرة في إدراك الجماعة مع الإمام، فإن من قال إنه تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام يقولون تدرك الجماعة بالدخول مع الإمام في تكبيرة الإحرام فقط ولو كان في التشهد الأخير، والثاني يقول لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة.